كنت عايز اتكلم على اللقاء السخيف اللي حصل بين طارق سليمان. وطارق سليمان ده كان حارس مرمى في الاهلي ومدرب الحراس في النادي الاهلي، مع الصحفي اسلام الغير صادق عدو الاهلي الاول، اللي على مدار سنين كل منشوراته عدائيه للنادي الاهلي. مش عارف الكابتن طارق سليمان الناس بتكبر بيحصل لها ايه، زي الفيلم كده بتاع ابراهيم الابيض لما قال له بعتني بكام يا عشري. ده اللي عمله طارق سليمان مع الاهلي لما طالع بينتقد احمد شوبير انه يا عيني عشان تجاوز، وان هو بيلقح، او في نظره ان هو بيلقح على المنافس، ان هو بيقول يعني احنا قاعدين هنا في امريكا عشان نلعب مباراه كاس العالم، انت ما شفتهاش وما شمتهاش، وده حقه لان احنا بنتقطع ويقلل مننا ويقلل من شأننا. فالكابتن طارق سليمان بيقول عيب والكلام ده ما يصحش، ودي من اسباب هزيمه الاهلي. وبيلوم قوي الكابتن احمد شوبير وبيقول لك دي اسقاط وسقطه في تاريخ الاهلي، وعمر الاهلي ما كان كده، سواء القناه بتاعته او الكابتن احمد شوبير. انما الكابتن طارق سليمان اللي تقريبا كان مريح قبل كده او كان نايم على روحه، ما كانش دريان، ما بيشافش ميدو، وهو بيقول لك اكبر مفسده في التاريخ هو الاهلي. اللعيبه ما عندهاش البدايات، اساسيات الكوره. هو ما سمعش الكلام ده، ما سمعش احمد سالم وهو ليل نهار بيلقح على القناه اللي هو شغال فيها، اللي هو المتحدث الرسمي بتاع الزمالك، بيلقح على الاهلي. وهو ما سمعش الكلام ده، ما سمعش الاخ رئيس نادي الزمالك كابتن حسين لبيب لما بيقول لك السوق والعوام، في شتيمه واضحه. ما سمعش اسلام صادق اللي هو قاعد معاه دوت، اللي هو عامل معاه البرنامج عشان قرشين. ورضا عبد العال اكتر اتنين اعداء وكريه للاهلي، تقليلا منه في تاريخه وفي امكانياته وفي موارد امواله وبطولاته، وان هي ماشيه بالحكام وماشيه بالرشوه وكل حاجه. كابتن ميدو هو ليل نهار بيصيح ويقول لك الاهلي ما حدش كلمني عن مبادئ الاهلي، لا مبادئ ولا اخلاق فيه. هو ما سمعش الكلام دوت، هو سمع احمد شوبير. وهو يا عيني لما بيقول يعني بيدافع عن نفسه، لما تكون بتتعامل مع قزم وانت عملاق والقزم دوت بيشتمك ليل نهار، لما تيجي تقول له انت قزم بالحقائق والارقام، فانت كده تبقى قليل ادب متجاوز زي الكابتن طارق سليمان يا عيني. فلا تعليق على الكابتن طارق سليمان. وانا بصراحه لو من مجلس اداره النادي الاهلي مش هدخل طارق سليمان النادي تاني.